قصة اليوم عن مقيم باكستاني في المملكة العربية السعودية اللي أنقذ 14 شخص من السيول لولا الله سبحانه وتعالى، ثم هذا الرجل أخذتهم السيول وفارقوا الحياة. نتكلم معكم اليوم عن هذا الرجل اللي اسمه فرمان علي خان. هذا الرجل من الجنسية الباكستانية، يقيم في المملكة العربية السعودية ويعمل في مدينة جدة، يعمل في أحد البقالات في حي الحرازات، وصار له مدة طويلة ويعمل في هذا المكان. في عام 2009 نزلت أمطار غزيرة على مدينة جدة، فنزلت سيول عارمة في بعض أحياء جدة وسببت أضرار مادية وخسائر بشرية كثيرة. وفي أحد الأحياء في مدينة جدة وتحديدا في حي الحرازات حيث يعمل فرمان خان، نزلت سيول عارمة في هذا المكان، فقامت بسحب السيارات وسببت أضرار مادية كثيرة. فانطلق هذا البطل لإنقاذ الناس ومساعدة الناس من هذه السيول، وقام بإنقاذ 14 شخص من هذه السيول. وبعدها شاف أحد الأشخاص والسيول تجره، فانطلق مباشرة لمساعدته، ولكن لازم انه ينزل الى وسط الماء عشان يقدر انه يساعد هذا الرجال وينقذ حياته. فنزل فرمان خان الى وسط السيول، ولكن مع الاسف الشديد اخذته السيول وفارق الحياة. مات هذا الرجل وهو يحاول انه ينقذ هذا الشخص، وانتقل الى رحمة الله سبحانه وتعالى. وطبعا المملكة العربية السعودية قامت بتكريمه على هذا العمل البطولي اللي سواه، فقامت بتسمية احد الشوارع في احد احياء جدة باسمه، وسموه شارع الشهيد فرمان خان رحمه الله. وكذلك الملك عبد الله بن عبد العزيز قام بتكريمه وأعطى أسرته وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى، فرحم الله الشهيد فرمان خان وجعل مثواه في جنات النعيم.